واحد شاي كشري. وانا لو مش من هنا يعني وبدور على شغل تشور عليا بايه؟ تشتغلي؟ تشتغلي ايه؟ في الخدمه يعني؟ حاجه كده. في حد قريب؟ لا انت هنا في المنتزه، مفيش الكلام ده. انت لازم تطلعي بره المنتزه اصلا. تطلعي بقى هناك في مكتب الحاجه ام صباح. ام صباح مين دي يعني؟ خدماتيه؟ طب وسمعتها ايه دي؟ محترمه ومتدينه وتعرف ربنا وبتحب البنات المتدينه. طب ينفع اروح لها دلوقتي؟ لا ده النهارده الجمعه، انت تروحي لها بقى بكره السبت من بدري. بكره السبت؟ نهار اسود، هبات فين انا؟ انت لازم تطلعي بره المنتزه وتدوري على مكان تتوي فيه، لان المنتزه ما فيهاش بيات اصلا. طب وعنوانها ايه الست دي؟ اشربي الشاي وانا ادلك على عنوانها. متشكرين. مرسي ابو العباس، جنب منه بالظبط الصعيدي بتاع الجيلاتي، فوق منه الدور الاول مكتب الحاجه ام صباح. ان شاء الله تساعدك. والله يا حبيبتي انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انا ما اقدرش اشغلك من غير بطاقه. الشغل عندنا ليه اصول. معلش. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. انا يا حاجه لو تسمحي لي يعني اقوم اتوضى واصلي الظهر وبعدين امشي. تمشي تروحي فين؟ اروح ادور على بيت عمتي ده اللي مش لاقيه بقالي يومين. استغفر الله العظيم يا رب. طب بقول لك ايه، قومي انت اتوضي وصلي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اعملي حسابك مش هتمشي من هنا. يعني هتشغليني؟ ان شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معانا، وبعدين بقى اقول لك هتشتغلي ايه بالظبط. إلهي يسترك ما يفضحك. امين. إلهي يجازيكي بيا بكل خير. امين. إلهي يا رب يوصلك على من استغفر يعدي. الله العظيم يا حبيبتي، انا ما عملتش حاجه. انت هتركبيني كده ذنوب. طب اصلي فين يا حاج؟ بصي يا حبيبتي، اخر الطرقه كده في حمام، اتوضي وبعدين هتلاقي على ايدك اليمين كده الاوضه اللي تصلي فيها. حاضر، عن اذنك يا حاج. اتفضلي يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يسعدك يا رب، ربنا يبعد عنك عدو منك يا رب. لا قوه الا بالله. يا زينب. زينب. ايوه يا حاج. انا همشي بقى يا حبيبتي. طيب يا حاج. وهقفل عليكي من بره زي ما قلت لك، ومش هتخافي وانت قاعده لوحدك. ربنا معايا يا حاج. يا حبيبتي ربنا معاكي. بقول لك ايه، تقفلي الشبابيك والازاز وتطفي الانوار. حاضر. فهماني؟ حاضر. سلام عليكم. بامان الله يا حاج. الله يخليكي يا حبيبتي. الله يخليكي. مع السلامه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا راشد يا ابني، بقالك سنتين غايب عني.
ويوم ما تحب تشوفني يبقى عايز تستلف فلوس. اعمل ايه بس يا عم؟ الايام دي الدنيا معكوكه معاها على الاخر. والله على الناس كلها يا ابني. بس انا اتجوزت. اتجوزت؟ يخص عليك يا ند. انا ما اعرفش، هو انا مش في مقام ابوك؟ والله العظيم 3 كده جت على الضيق وفي السريع، ما انت عارف الجواز كله التزامات. من غير ما تحكي كتير، انت اول ما كلمتني في التليفون وقلت انك عاوز تقابلني عرفت انك عاوز فلوس. خد يا عم، ادي 150 جنيه اهم، عشان لما تقصدني في حاجه ما ينفعش اقول لك لا. 150 جنيه مره واحده؟ على العموم تشكر. ما قلتليش الجوازه دي حصلت امتى وفين؟ لا دي حكايه طويله، احكيها لك المره الجايه. تسمع 150 جنيه. سلام عليكم. عليكم السلام. طب الحمد لله انت لسه عايشة. مالك؟ طب اخرجي. طب بصيلي كده ليه؟ تعالي. اخرجي ما تخافيش، مفيش حد غيري هنا. انتي جميلة. أنا اسمي عسلية. لا عسلية ايه، أنا اسمي زينب. انتي اسمك ايه؟ انتي لازم تستحملي معايا، لازم تستحملي. احنا كده شكلنا ملناش غير بعض. يا ترى الدنيا مخبيه لنا ايه؟ I need servant, okay, to come with me Sharm el-Sheikh, and after that come with me Cairo. Okay? ها Let me ask أم صباح because she is the manager here. Okay. بتقول لك عايزة واحدة تقعد معاها في شرم الشيخ وتكمل معاها على القاهرة. هي بتتكلم ايه يا بنت؟ مين؟ هي بتتكلم ايه؟ بتتكلم إنجليزي. انجليزي؟ وانت بتعرفي انجليزي؟ الحق يا اخويا. طيب شوفي بقى، سيبيني يومين ها، وكلميني بعدها اكون انا شفت بنت لهلوبه. You called the office 2 days after. Okay. I will gonna call the office after 2 days. Goodbye. ايه يا زينب، انت بتتكلمي انجليزي يا بنت؟ طب عرفتيه ازاي وامتى وليه؟ بتكلم يعني، هبقى احكي لك قصه كده. هستأذنك انا بقى 5 دقايق اروح اصلي العصر وارجع لك. طيب يا اختي روحي يا حبيبتي. انا كنت لقيت دي على الارض امبارح وانا بوضب المكتب، 100 جنيه عن اذنكم. اتفضلي. يا دي الكسوفياني، بتتكلم انجليزي يا حاج صلاح؟ قوي قوي. ده ايه ده انا معايا معهد 2 سنين لاسلكي وما اعرفش اقول كلمتين على بعض من اللي هي قالتهم دول. لا والله البت دي ممتازه قوي قوي قوي، وهديه من عندك يا رب، احمدك واشكر فضلك. بقول لك ايه يا حاجه، شوفي كده بطانيتين قدام
وكم هدمه من عندك يعني تكوني مش بتستعمليهم دلوقتي واديهم لها، عشان هي عيني بتنام في المكتب والدنيا برد عليها قوي بالليل. والله يا حاج انا عندي بطانيتين في المكتب وجداد مش قدام ومديهم لها بتتغطى بيهم في المكتب، ومع ذلك حاضر من عينيا الاتنين. انا هجيب لها هدوم مش قديمه، هدوم جديده محترمه كمان. ربنا يبارك لك. الله يخليك. طب بعد اذنك يا حاج، معلش اسمح لي يا صلاح. اتفضل. يعني ايه، انا بس عايز اشارك كده باي حاجه. هاتي لها اللي انت عايزاه، مناليب، لبس اللي انت عايزاه. انا عايز اخد الثواب ده. ماشي ماشي يا محروس، من عينيا الاتنين. ربنا يديك على قد نيتك يا رب ويديك ثوابها ان شاء الله. ربنا يخليك. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا 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 لا, لا زعلان منكم والله، مصوعيني من غير اكل لحد دلوقتي. لا يا حاج اوعى تزعل، معلش حقك عليا، انا بس كنت مع زينب بشتري لها شويه هدوم. انا السبب يا حاج. ولا يهمك، انا كنت بضحك معاكي بس. هاتي السندوتشات يا زينب وتعالي ناكل سوا انا وانتي والحاج. لا معلش اتعشى انتوا، انا لسه هصلي العشاء ومتوضيه الحمد لله. اصلي فين يا حاج؟ قبل الله يا بنتي. بصي يا بنتي، ادي ظهرك للشباك، القبله كده على طول. والسجاده عندك على ايد الكرسي. قبل الله باذن الله. من اذنكم. اتفضلي يا حبيبتي. تعالى اقعد انت بقى. ايوه عشان تصلي براحتك. ايوه ربنا يكرمك يا حاج. الله يخليكي. اديك بقى السندوتشات لحسن انت جعان. خد. انا عايز اطلب منك طلب يا حاج. اموري. يعني انا بفكر كده يعني ان زينب تيجي تبات معانا هنا. اصل بصراحه يعني المكتب برد قوي وانا صعبانه عليا، والبت باين عليها بنت ناس ما اتمرمطتش قبل كده. اللي تشوفيه يا حاجه تحت امرك. ربنا يخليك ويرضيك يا حاج. يا زينب يا بنتي، يعني بسم الله ما شاء الله، انا شايفك يعني حلوه وجميله وزي القمر ومتدينه. انت ما اتخطبتيش قبل كده؟ هيحصل امتى وفين يا حاج؟ احنا ناس على قدنا، ولا لينا اصحاب ولا لينا قرايب، وبعدين في الاول وفي الاخر ده نصيب. عندك حق يا بنتي، عندك حق. يا راجل اللي انت قلته لها ده كسفت البيت. ولا كسفتها ولا حاجه، مفيش اي حاجه يعني، انا بس كنت بسالها السؤال ده عشان ليا غرض منه. ماشي يا ابو غرض ماشي، بس بقول لك على حاجه، انا حبيتها قوي. وانا كمان، علشان متدينه بتعرف ربنا حق معرفته. صح. ربنا يبارك فيها في امثالها يا رب. وفينا يا رب كمان ان شاء الله يا ستي. طلعت عين الراجل وانا بنقي البتنجان صغنن كده، اصل الواحده على البق على طول. ايه يا بنتي الخاتم الرجالي اللي انت لابساه ده كبير قوي وشكله وحش قوي على ايدك. ده بتاع ابويا الله يرحمه، اصل انا حبيت افتكره والبسه له على طول، هفضل لابسه لغايه ما اموت. لا اله الا الله يا بنتي، معلش انا ما كنتش اعرف، بس يظهر ابوكي كان بيحبك قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. هقوم انا بقى اسلق الفراخ على ما انت تخلصي حشو المحشي. النبي يا حاجه خلينا انا اللي اطبخ النهارده، انا اكل حلو هيعجبك، ده انا شاطره. انا عارفه انك شاطره، بصراحه انا بتلكك. انا كمان ماليش نفسي اعمل حاجه النهارده، وانت بقى عايزه ادوق اكلك بقى وطعامته. اصل انت بتفكريني ببنتي صباح، ربنا يطمني عليها دايما يا رب. يا رب. انا مطلعه فرختين جوه، اصل محروس اخو الحاج صلاح هيجي يتغدى معانا النهارده. شكله طيب قوي والله، انتوا عيله كلكم طيبين ولاد حلال. والله هو طيب قوي وغلبان قوي وحظه قليل قوي. عارفه مراته ماتت من مده كده، ومن ساعتها ما شمش اي ست. يا عيني هي كانت عيانه؟ لا يا اختي نامت ما صحيتش الصبح. 7 سنين متجوزها وما خلفتش، ومع ذلك كان شايلها في حباب عينيه وكان راضي باللي قسمه ربنا. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمه. على فكره يا سلام
حاجه تانية؟ لا يا حبيبتي ده كده تمام قوي، تسلم ايديك. سمي بقى واقعدي كلي يلا. كتر خيرك يا حبيبتي. لا لا ما ينفعش يا بنتي، اقعدي، ده احنا اهل، اقعدي. ما تقعدي تاكلي ما تكسفهمش، ولا انت مكسوفه مني؟ اقعدي كلي عشان يبقى عيش وملح. نشوف بقى عمايل زينب. ها الله، تسلم ايديك يا زينب، قسطه بجد. انت عمرك ما قلتي على اكل حد حلو قوي، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا حلوه قوي، كل يا بنت انت مكسوفه. يا سلام. الله 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 الله. قوي قوي يعني خدي. طب خد كده دوق. خدي بسلة. لا الرز وفلفل ده يعجبني قوي. بس طب خد بسله خير. هاكل دلوقتي كل حاجه. ماشي. بقول لك ايه يا بنتي، ابقي فكريني انك انت تديني اسمك واسم والدتك، علشان ليا واحد صاحبي في السجل المدني، علشان يطلع لك بطاقه وشهاده ميلاد بدل اللي ضاعوا منك. انا اسمي زينب احمد محمد احمد حسين. حلو. ووالدتك؟ نعمة سيد خليفة. كويس قوي. ابقي اكتبيهم لي كده في ورقه عشان انا بنسى، الواحد قاعد مش دفتر والله. حاضر يا حاج حاضر. وتاكل يا محروس، ما تاكلي يا زينب. امسكي يا زينب، امسكي يا محروس. تسلم ايدك يا حاج. يلا. يعني ايه يا حاج؟ يعني مش هنعرف نطلع لزينب بطاقة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ده أنا بقالي شهر على الحال ده. يا دي الكسوفة، ودي وشك منك وفين؟ ليه يا حبيبتي ليه بس؟ ده انت في بيتك هنا وفي عينينا، ده انت ماليتش عليا البيت بدل بنتي صباح. مفيش حاجه يا بنتي، بس هو في مشكله صغيره كده، ان اسمك متشابه مع اسمين، وكذلك اسم والدتك متشابه برضه مع 2 ستات، واحده من المحله والتانيه من سوهاج كده على قد ما افتكر. وانت كمان كنت قلتي لي ان البطاقه الشخصيه بتاعتك اللي ضاعت منك كانت طالعه من اسم عين شمس. طب ما اقول لك على حاجه يا صلاح. قول يا. طب ما احنا ممكن نعمل لها بطاقه جديده خالص باسمها، وشهاده ميلاد جديده زيها برضه، على انك ساقطه قيد. هو كده ينفع؟ لا كله بينفع، بالفلوس بينفع، بالمعارف، بالحب، كله بينفع، مفيش حاجه هنا بتنفعش. بس هو كده يبقى حلال يا حاج؟ والله الضرورات تبيح المحظورات يا حاج. وبعدين انت مش بتقولي ان هي بنت ناس وانت ضمناها وزي بنتي؟ يا لهوي دي بنتي فعلا. طب هتسيبيها كده بلا هويه؟ خلاص بقى يا زينب، مقضيه باذن الله. بس انت بقى روحي هاتي لنا السمك قبل ما يتنقض. حاضر يا حاج. وهركب المشروع من ناحية البحر، صح؟ برافو عليكي يا اختي فالحه. وليه ما انا اوصلها؟ ما انا كده كده نازل. حلوه قوي، ده جاتلك توصيله على الجاهز. خلي بالك من نفسك. حاضر يا حاج. ونقي السمك طازه وحلو. هعمل كده. خلي بالك عليها، دي امانه عندنا يا ابني. في عينينا صلاح. يلا السلام عليكم يا حاج. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هرجع لك انا تاني اكلمك برضه. ماشي مستنيك. فاكرين احسن. بتعملي ايه؟ ما الحاجة مدياني فلوس. والله العظيم ما يحصل قوي. ماشي. خلاص السلام عليكم. بس أنا خايفة للحاجة تزعل. من ايه؟ عشان ما اشتريناش السمك من الحلقة زي ما هي قالت. يا ستي ما تخافيش، الراجل ده حاجته بتطلع من البحر طازه، وانت منقيه كام سمكه حلوين. ولسه لما تدوق وعمايل ايديا. يا ستي تسلم ايدك من قبل. اسكندرية حلوة قوي. اسكندريه طبعا عروسه. استاذ محروس، هو انا ينفع اطلب منك طلب؟ انت تأمري. هو مرسي ابو العباس قريب من هنا؟ مرسي؟ يعني مش قوي. خير؟ اصل كان نفسي اروح ازوره واقرا له الفاتحه. ينفع؟ ينفع طبعا. بجد؟ طبعا. انت بتحبي بقى تزوري الاولياء وكده؟ هو ده بقى يا ست المرسي ابو العباس. بسم الله ما شاء الله. انا هنزل اصلي بقى. يبقى ادعي لي معاكي بقى. ايه ده، انت مش نازل معايا؟ انا استناكي هنا. ماشي. ما تاخريش يا زينب. حاضر.
انا شغلتي نلف في الشوارع ونقابل الناس. يعني بنعرف في البني ادمين. وزينب دي روحها طيبه والله. والله يا اخويا انا شايف اللي انت شايفه بالظبط، بس قول يعني لو تدي لنفسك فرصه شويه تفكر. تفكر عشان يحصل ايه يا صلاح؟ البنت مقطوعه من شجره وقاعده معانا. ايه اللي هيتغير؟ طب هنسال مين طيب عشان نعرف عنها حاجه؟ وبعدين بيني وبينك يا اخويا، انا ما صدقت ان قلبي مال لواحده بعد ما ملفت الله يرحمها. بص يا صلاح، انت كلم الحاجه ام صباح خليها تسالها اذا كانت توافق تتجوزني ولا لا. من عناية واللي فيه الخير ان شاء الله ربنا يعمله. نمتي ولا لسه؟ لا ده انا لسه كنت هصلي. طيب انا عاوزاكي في كلمتين. اقعدي. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. محروس اخو الحاج صلاح عايز يتجوزك، ايه رايك؟ لا اله الا الله، انا بقالي عندكم بس 3 أسابيع وما اعرفش محروس، وبعدين ده ما بيصليش. يوم ما وصلني سوق السمك طلبت منه ازور المرسي ابو العباس، وقام وداني وفضل واقف على باب الجامع، وانا كنت مستنيه يدخل يصلي وما صلاش، وكان وقت صلاه الظهر. طب انت مش بتصدقيني؟ محروس ده مفيش اطيب منه، لو لفتي الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طيبته. طب ده اللي عمله مع مراته الله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله، ده كان شايلها على راسه شيل. غير كده بقى محروس عنده شقة ملك وعنده تاكسيين، هو مش بعيد عن ربنا، ده قريب منه قوي. بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجة صالحة تدفعه كده وتعدل حاله ان شاء الله. وانا ما بضغطش عليكي، انا بقولك فكري وقولي لي رأيك. هو انا عايزه اسالك سؤال يا حاج. اسألي يا حبيبتي. هو انا لو ما اتجوزتش محروس هتزعلي مني؟ لا اله الا الله، ليه بتقولي كده؟ جوازك من محروس حاجة وحبي ورعايتي ليكي حاجة تانية خالص. وسواء اتجوزتي محروس أو ما اتجوزتهوش انت بنتي، هتفضل عيني عليكي مراعياكي برضو وبتحبك. ربنا يخليكي ليا يا حاج. اسم الله عليكي يا حبيبتي، لا إله إلا الله. ليه يا حبيبتي كده؟ ده انت زي صباح، ده انت بنتي. ربنا يخليكي ليا يا حاج. حبيبتي كده تمام، تسالة 50 جنيه. امور يا فندم؟ لا هو مفيش دكتوره ست هنا؟ لا في. ماشي هستناها. تعالي يا دكتوره منار. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. هو انت لازم تسمع؟ ممكن تمشي لو سمحت؟ انا عرفت انه بيتباع عندكم يعني حاجه كده مستورده. ايه هو دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟ اصل انا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيكي. فهمتي؟ لا انا اسفه ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجه صيني ب 300 جنيه. صيني صيني. ماشي ثانيه واحده. اتفضلي يا عروسه. ايه ده؟ مش انت؟ فين تعالي يا حبيبتي. خشي برجلك اليمين. نورت بيك. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا.
تجري كده على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الف الف مبروك. الاكل عندكم اهو، عايزاكم تخلصوه كله ان شاء الله. ألف مبروك. ألف مبروك يا حبيبي. حبيبي يا اخويا. ألف مبروك. الف مبروك يا زينب. جدع. ربنا يبارك فيك يا مصطفى. عايزين العيال تملى تعيش يا البيت. ها حبيبتي. يا رب. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ شد حيلك. مبروك. مبروك يا محمود. ربنا يهدي سرك. ربنا يتمم بخير يا رب. الله يبارك فيك. يلا يا جماعه متشكرين. تعالى يا رب كده جوازة الهنا. يلا. اسبوعين. نجاملكم في الافراح، سيبوا العرسان لوحدهم. يلا. يلا يلا يلا. نجاملكم في الافراح ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ تعالي هنا يا بنت. ايه اللي موقفك هنا؟ يا هاله تعالي خدي بنتك. عايزه اقعد معاهم شويه. مفيش شويه ولا شويتين. يلا يا بنت تعالي يلا فين؟ يلا. بس خلصنا الاكل كله. حاضر. حبيبي يا صلاح. كانش راضي يقفل. نورتي بيتك يا عروسه. ايه رايك في الشقه؟ حلوة. والله انت اللي حلوه وزي القمر. انا عايز نقولك على حاجه. يمكن يكون الوقت مش مناسب، بس هنقولك. انا كنت بحب مراتي الله يرحمها اكتر من اي حاجه في الدنيا، ولما ربنا افتكرها قلت خلاص مفيش واحده ست ممكن تخليني افكر اتجوز تاني، لحد ما شفتك ساعه ما كنا في المكتب. عارفه، حسيت باحساس غريب كده جوايا. عارفه طلع ايه؟ ايه؟ ان قلبي حبك يا زينب. صحيح ان يعني ما عرفناش بعض الفتره الكافيه، بس انا حاسس ان احنا هنكون مبسوطين قوي مع بعض ونخلف يجي 15 عيل. بس انا في حاجة لازم اقول لك عليها يا محروس، وما ينفعش اخبيها عنك. حاجتي اللي ما ينفعش تخبيها عني يا زينب. اصل انا مش هينفع اعيش مع واحد مش قريب من ربنا. انا عايزاك تصلي يا محروس. يا ست صلي. عايزة نصوم اثنين وخميس كمان. عايزاك تأم بيا واصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازة دي. ان شاء الله هيكرم. ده انت وش الخير. تعالي. يا بنت طمنيني عليكي، ليلتك عدت تمام؟ يا بنت اتكلمي وريحيني. ما تتكلمي بقى. اقول لك ايه بس يا حاج؟ ده انا امبارح كنت هموت من الخوف. وربنا كان باين عليكي. طب عارفه، والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليكي. بس امانه الله يا حاج، محروس ده طلع طيب وابن حلال قوي. الا قولي لي، هي مراته بقى لها قد ايه ميته؟ بقى لها كده يجي سنتين، وعارفه من ساعتها ما شمش ريحه ست. بس بقول لك ايه، محروس جوزك ده ايده سايبه، انا مربياه وعارفاه. عارفه ده لو كان وعي روحه كان زمانه بنى عماره. ما هو باين. الله اكبر عليه، ده كريم قوي. بس لازم بقى تاخدي بالك منه. انت سنه والتانيه هيبقى عندك عيل ولا عيلين. رتبي حياتك بقى يا حبيبتي. على مهلك عليا شويه يا حاج. انا ما اتجوزتش قبل كده يعني عشان اعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعمل. انت بس فهميني وانا هنفذ. هقولك جو حلو قوي النهارده والبحر جاي. انا قلت اجيبك بقى شط عايده، ده انضف شط في اسكندريه كلها. بس انا عايزاك تاخد بالك عشان شكلك داخل على دور برد. لا مفيش، ده زبون امبارح رخم خرجنا عن شعوري. معلش يا اخويا. فين البتاع؟ هنقعد هنا بقى. نقعد زي ما هو عادي هنا ولا هيطردونا ولا ايه؟ يطردونا مين؟ انا ليا معارف هنا وحبايبي كتير. خش زي الباشا.
ماشي يا باشا. اقعدي. اللي ايدك مخرومه وكان ممكن بدل التكسير يبقى عندك عماره زي ما ام صباح قالت لي. فين مخرومه بس؟ ما هي زي الفل يا ستي. هو احنا هنعيش مرتين؟ هي مره واحده والحمد لله. انا مستوره معايا ومرزق، دي نعمه ولازم نتمتع بيها. سيبك من كلام ام صباح، كل واحد يعيش على الطريقه اللي تريحه. شكلك كده على طول هتعمل اللي في دماغك وتقول على اللي يقنعك بس. لا خالص، احنا نتكلم ونتناقش والاصلح لحياتنا يمشي. برضه يعني مش هقدر انكر كلامك حلو وانا مش عارفه اقول لك لا على حاجه. طب انت بتضحك عليا؟ انا بتكلم بجد والله. طب يا ستي خلاص، انا مش هتناقش معاك في حاجه تاني. اللي انت عايزاه اعمله. حلو كده. ربنا يفرح قلبك ويقدرني ان اساعدك واهنيك. هو انت ايه حكايه الخاتم اللي انت لابسه فيه؟ تاني؟ وانا قلت لك ده بتاع ابويا، وانا قررت ان انا عمري ما هقلعه من ايدي. الله يرحمه، انا كان نفسي اشوفه والله. هو كان كفيف بس كان طيب وبيصلي وما بيفوتش فرض. كان كلامه حلو يدخل قلبي كده يطمنك. كنتش بمل من القعده معاه. متهيألي كل الابهات لازم يبقوا زيه. هو كان راجل جميل واسمه جميل. هو مين ده اللي اسمه جميل؟ انت مش قلت لي ان ابوك اسمه احمد محمد؟ هو ما انا احكي لك، هو كان له اسمين. اصل انا ابويا كنا ما بينا يعني بندهله جميل، بس في البطاقه والورق الرسمي كده كان اسمه احمد محمد. كنتوا بتدلعوه يعني. طب ما انا كمان ليا اسمي. بجد؟ واسمك ايه بقى غير محروس؟ روسة، بس اصحابي القريبين بس هم اللي بيندهوني بيه. روسة؟ انت قولي لي يا روستي. روسة كده. روستي ايه؟ محروس كده احلى وارجل. مش عاجبني روسة ده. يبقى محروس. يا سلام. انا عايز اكل دي. عيب كده قدام الناس. يا ستي احنا براحتنا، ما حدش حاجه عندنا يا زينب. الهوي، هي الناس ماشيه ملط كده ازاي؟ انت عايزهم يمشوا ازاي؟ ده صيف يا زينب، الناس على الشط. ايه اللي سيف؟ عيب تقول كده يا محروس، انت متدين وتعرف ربنا. استغفر الله العظيم، برضه الستر حلو. انت بتبص على عادي عادي. هو ايه اللي عادي؟ ايه المشكله؟ الناس فاتة هنا صباح. انت رايحه مرسى ابو العباس. ده خطوتين من هنا. استغفر الله ربي واتوب اليه. هات. حرام. طب مش كنت تستني نصلي سوا؟ لا ده مش العشاء. انا بصلي ركعتين شكر لله. اصل انا ربنا كرمني بيك يا محروس. والله العظيم ربنا كرمني انا. ده انا حاسس ان انا دخلت الجنه. انا هنروح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي سوا. خليك انت، انا هعملهولك. انا عايز اعمل لك شاي بايدي. الحمد والشكر ليك يا رب. والشاي الشاي الشاي، اعمل لك يا حبيبي الشاي. بعد ما شفتك كنت الشاي يا حبيبي يا حبيبي. الشاي 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 الشاي. ايه يا محمود؟ يا بنت الكلب اوعي الزحلافه. عشان خاطري لا احكي لك. تحكي لي ايه يا زين؟ ما تقتلهاش. ما تمسكهاش. اسماعيل ما تعملش كده، بتتخض. يخرب بيتك يا زينب، يخرب بيتك يا زينب، دي تبعك يا زينب. يخرب بيتك. خضتها. متتخضيش حبيبتي، متتخضيش.
تزعليش. حد يربي سحليه يا زينب؟ دي حربايه. اهلا وسهلا. شيليها بس من قدام، انا مش قادر نبص لها. ليه؟ دي غلبانه، لا بتهش ولا بتنش، مطرح ما بتحطها بترضى وبتوافق. والله العظيم. طب يبقى هاتيها تنام جنبنا يا زينب. دي مخليها معاكي ليه؟ اصل انا اي حاجه بحلمها بتتحقق، وانا حلمت بيها. بالحربايه؟ جات لي في المنام وبتتكلم. قالت لي ايه بقى؟ لا دي رؤيه كده. قالت لك ايه الحربايه يا زينب؟ قالت لي ان لو صاحبتها ربنا هيبعت لي ايام حلوه ويسعدني. فتاني يوم وانا على الكورنيش بفطر رحت شفتها فافتكرت الحلم، فروحت جايباها وجايه على طول. وبص ربنا حقق الحلم واكرمني باجدع راجل وبيت وعيله. ادعي بس معايا يا محروس، ربنا يكمل الحلم ويحققه وتفضل معايا طول العمر. ربنا ياخدها. بص حلوه، الوانها بتتغير حسب. حلوة ايه بس يا زينب؟ حلوة ايه يا زينب؟ بص كده برضه هتتعود عليها. بص الله. سمع الله لمن حمده. الو، هو ده رقم عم جميل؟ طب معلش، اصل الرقم اللي انا حافظاه متلخبط في دماغي. انا اللي كلمتك امبارح يا سيدي، متاسفه. معلش انا اسفه. على السلامه. مش عارفه افتكر الرقم. ده صوته. ازيك يا عم جميل؟ انا عسليه، وحشتني قوي. تليفوني ضاع وما عرفتش اوصل لك، حاولت اكلمك كتير. عامله ايه يا عسليه؟ انا كويسه، ازيك؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. لوحدي يا عسليه، قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحبه. انا كنت فاكرك نسيتيني خلاص. نسيت ازاي يابا؟ ده انت من ريحه الغالي. عسليه، انا كنت قلت لك مره ما تجيش تزوريني عشان جوزك ما يزعلش مني، بس انا رجعت في كلامي يا عسليه. رجعت في كلامي وبقول لك تعالي زوريني ولو مره واحده. حاضر حاضر، هجيلك والله العظيم هجيلك. بس انا لوحدي يا عسليه. يا حبيبتي، جبنا لك احلى هريسه في اسكندريه. مالك يا زينب؟ انت معيطه؟ لا ما تقلقش قوي كده، مفيش. انا بس افتكرت ابويا وامي الله يرحمه. يا ست تعيشي وتفتكري. ربنا يخليك ليا يا رب. بقول لك ايه، تعالي. ايه في ايه؟ تعالي بس. استني هنا. خش برجلك اليمين سيدة الدوق. انت مجنون يا محروس؟ برجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا وانفخوا الابواب. اقعدي.
انت تسحر. غمضي عينك. فتحي. يا لهوي، بتاع مين الدهب ده كله يا محروس؟ بتوع انا وانتي. انا وانتي؟ بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في ال10 سنين اللي فاتوا كل ما يجي لي فلوس نشتري دهب، ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانت؟ البسي كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزبده الملوكي ده يا جدعان؟ الله. طب ما فيش هنا اهو. انت مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب؟ لا انا قلت لك لا، ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا. الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب ما شاء الله جميله. اللهم صل على النبي. يا لهوي، كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسساني ان انا حرام يا زينب؟ دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربيه، ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ 5 6 اطقم من الغاليين قوي، وكم قميص نوم هونمي، والخلاخيل عليكي. انا عايزك مبسوطه بس يا زينب. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوه دي ابدا. بقول لك ايه، انا اروح اشوي لك دنسايه. ماشي. طب والهريسه؟ الهريسه نحل بيها بعد الدنسايه بقى. طب وبعد الهريسه؟ هي دي عايزه كلام. هنقيل شويه. عيل. حصرين على المطبخ اوزع. يا لهوي. بدفع مرتبات في الشهر يجي 100,000 جنيه. لمين؟ للي شغالين معايا، حريم، رجالة، جوه وبره، وفيهم بشوات. يا لهوي يا أنسي، ده انت بقيت مافيا. لسه أنا يا دوب حلقة في السلسلة، وعايز أشبكك جنبي، بس واحدة واحدة. بونو يا ازاي؟ الواد ضايع. يا ولاد الايه؟ يعني ايه بونو ده يا عم انسي؟ هروح اجيب سكر. اقعدي اقعدي، انا بحب اقعد معاكي. اقعدي. غنوة حكيت لي على ليلة الواد راشد وليلة القسم. كانت ليلة سودة. سودة بقى ولا مش سودة؟ اهو خلاص الغمة اتشالت واحنا بقينا تمام زي الفل وما عليناش اي حاجة. صح ولا مش صح؟ نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عيشنا. انا مش هرقص تاني. لا ما ترقصيش. مين اللي قال ترقصي؟ انا قلت ترقصي؟ انت هتبقي نجمة الكباريه يا ماما، هخليكي نجمة الكباريه. انا في الكار بقالي 30 سنة بعون الله، شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحدة واحدة. انما انت شربات، دمك خفيف، لونة، بتعرفي ترقصي، بتعرفي تعملي كل حاجة. خلاص اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح وانشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد. عارف راشد ده اللي قالب دماغ الحكومة وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم؟ عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صبي من صبيان علي جوزي. ما تحكمش بيها علينا يا رب. مش علي ده اللي بين 4 حيطان ومسجون دلوقتي؟ هيخرج. انت ما تعرفش علي. علي ده فتوة جدع، دمه حامي. تصدق انا غلطانه اني رحت اشتغلت عندكم. يا رب ما حد يقول له. هعمل ايه بس لولا الحاجه؟ ما هي الحاجه لسه موجوده يا طنط، الحاجه لسه موجوده. بموت في السماره. بصي يا طنط، عشان انتي حبيبتي انا هعمل معاكي حاجه ما بعملهاش مع حد خالص. انا هديكي 1.5 مرة قد اللي طلبتيه. مش انتي قلتي شهري حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني؟ خلاص اشتغلي معايا الشهر، اشتغلي معايا الشهر لغايه ما الاقي حد غيرك يا حبيبتي. انت ما بتسمعش؟ قلت لك مش هرجع ارقص تاني. لا هترقصي يا طنط، هترقصي
هترقصي يا حبيبتي؟ انا مش فاتح بقاله، انا فاتح محل وداير وناس بتاكل من وراه عيش. وانا مالي؟ ما تنزل من دماغي، انا عندي حاجات عايزه اعملها. بصي يا حبيبتي، انا اقدر بعون الله اخدك كده هيله بيله واشيلك وارزعك في وسط الكباريه وترقصي ورجلك فوق رقبتك، بس انا مش هعمل كده. انا بحبك قوي كمان. انا هسيبك تاخدي راحتك وتشاوري عقلك وتاخدي كل وقتك وتقومي تعملي لي حاجه بقى عشان انا ميت من الجوع. حاضر حياتي. حربايه فين؟ مشرفانا جوه، حطها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر. دي كانت معاها طول ما هي عندكم هنا، ولقيتها في مصر وعلى الكورنيش وجابتها. انا مش فاهم ده ايه. طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحلم، ولا جابتها في الحقيقه يعني. طب ودي فيها ايه؟ تعرف لؤي ابن حنان بنت عمتي ماله؟ بيربي سحالف وتعابين. مش الحربايه اللي بتتلون دي؟ ايوه يا حاج، هي انا مالي. طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فكره دي ما بتأذيش، دي ولا حاجه خالص. بقول لك ايه، ما تجيب من الاخر كده وتقول لي انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ هي البت فيها عيب؟ لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجه، البت لوزه، بس يعني واخداها جد قوي. تفهمنا في ايه؟ لا انا فهمت خلاص يا حاج. طيب انا هستأذنكم بس 5 كده، هوصل لحدها واجي لكم تاني. استني، هتقولي لها ايه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضهم، ما تقلقش. هقول لها الكلام طالع مني انا. يلا عن اذنكم. ربنا يجعل البركه على ايدك يا حاج. ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ما يجيبها الا ستاتها. حاضر حاضر. اهلا 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 يا حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقه واحده احمر اللحمه واجيلك. لا تعالي انا عايزاكي كده في كلمتين وهنزل على طول. اصل محروس زمانه على وصول. لا هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغوا شويه. انا بس عايزه اتكلم معاكي كلمتين. خير يا حاجه، في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنتي ردي عليا وريحيني. بيشتغل سواق تاكسي. يعني صندوق الدنيا، يعني بيورد عليه اشكال والوان، ستات حلوين، بنات امارات، هوانم. يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عينيها في وسط راسها، ما تخلوهوش يفكر في حد تاني غيرها. لازم بقى تبقى هي مركزه معاه. مالك يا بنت متنحه كده ليه؟ انت فاهمه اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكالك مني في حاجه؟ لا ابدا، ده بيقول انت نعمه من ربنا، هديه، وانت فعلا ست وزي القمر. بس لازم بقى كمان تدور على راحه جوزها. يعني استغفر الله العظيم يا رب، هي مش عيب، بس يعني تدلعه، تنخشه، ترقص له. بتعرفي ترقصي ولا لا؟ اعرف. انت فين يا وزه؟ معقوله سايباني ده كله؟ تعملي ايه جوه؟ تعالي، ده في اخبار منيله. ادي قطرين دخل. الحقني الحقني يا اخويا، يا محروس. فيها صلاح. الحقني. ام صباح وقعت من طولها. الحقني تعال. وقعت ايه؟ الحقني. وقعت دلوقتي؟ ايوه يا ساتر يا رب. حصل لها حاجه؟ الطف يا رب، ربك يلطف. يا حاجه ربك يلطف، ربك يلطف، الطف بينا يا رب. هي ما عندهاش استجابه في كل جسمها، وانا ما اكدبش عليك ده شيء يقلق. انا شاكك ان الحبل الشوكي يكون اتصاب اثناء الوقعه. يعني ايه؟ هتفضل كده طول عمرها ولا ايه؟
انا ما قلتش كده بالظبط يا حاج، بس احنا لازم نعمل لها اشعه رنين على العمود الفقري بالكامل، وما اخبيش عليك لازم ننقلها مستشفى كويسه جدا دلوقتي، ويا ريت تكون دلوقتي حالا. شكرا يا دكتور. العفو. كريم خلاص ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا يا دكتور. طبعا. الو الاسعاف. الحقنا. بقول لك لحضرتك ايه، بكلم الاسعاف. عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن، الحقونا عايزين ننقلها اقرب يا مستشفى. صلاح استنى بس، هنقول لك دي لازم تتنقل دلوقتي. طب الاسعاف قدامها ياما على ما تيجي. قول له خلاص خلاص. طب خلاص يا ابني احنا هننقلها بمعرفتنا. هنتصرف ازاي؟ عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه، انا هتصل بيه دلوقتي اخليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا الثلاثه ونشيلها. خلي زينب تجهزها بس بسرعه. يلا واحد الله خير. نعم بالله. خير خير. يا رب. ايوه يا عبد العزيز اطلع لي دلوقتي حالا حالا. يلا انا في شقه الحاج صلاح. يلا. اللي ليا في الدنيا زينب جهزيها يا بنتي، جهزيها. واحد الله اقعد انت. لا صلاح امسك نفسك صلاح. تعالى استنى بالله ان شاء الله. يا زينب بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق، خلي صلاح يخليها معاه. يا عم صلاح نعم. وانا بجيب معاك مفاتيح الشقه نسيتهم. حاضر. زينب بقول لك ايه، غطيها كويس ده الدنيا برد. حاضر يا عم صلاح، على بالك وانت نازل. يلا يا اخوانا بالراحه، العربيه واقفه بره ولا لا؟ ما تشيل يا عبد العزيز. يلا واحده واحده يا رجاله. على مهلكوا عليها، على مهلكوا. افتح الباب. طمني يا دكتور، ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام وعمود الفقر سليم، متهيألي ترجع البيت احسن. يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله وما بتتكلمش وما بتنطقش خالص، ارجعها البيت ازاي بالحاله دي؟ يعني امشي بيها ازاي في الشارع؟ وده ازاي دي؟ يا فندم اهدى ارجوك. يا فندم ما ينفعش الكلام ده، دي تعبانه. عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده، حرام عليك. معلش يا حبيبتي، شدة وتعدي وانت ست مؤمنة. قولي يا رب، قوليها في قلبك يا حبيبتي. يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله؟ حاولي تقولي اي حاجة. ما تتكلمش يا دكتور. معقوله ولا أي حاجة. تعرفوا ان المستشفيات بتعالج الناس؟ أنا مش فاهمة منك حاجة. قول لي يا دكتور اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي لا بتتكلم ولا بتنطق؟ يا فندم احنا ما قصرناش معاها صدقني، ارجوك اهدى. يا دكتور المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس، ده مش كده يعني، مش بالطريقه دي. معلش يا فندم اهدى ارجوك. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى، الدكتور ما قالش حاجة غلط، ده بيقول إن الحاجة الحمد لله كويسة. اللهم اني لا اسالك رد الخطا ولكني اسالك اللطف فيه. استغفر الله العظيم. محروس فين كل ده؟ حسنك يا ستي، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أصيلة، ده أنت أجدع مرة في الدنيا دي كلها. والله العظيم وحياة ربنا راشد خطفني ووداني عند واحد صاحبي. أنا اللي قلت لراشد يخطفك. عارفة ليه؟ عشان أنت ست واطية وما صمتيش العشرة. ده قتل الونش عشانك، قتل الونش عشانك يا واطية. عارفة يا فتون، لو أنت قدامي ده أنا كنت هفرمك. أنا عارفك وقاريكي زي كف إيدي. بتعيطي؟ أنت بتتكلمي من عند أنثى صح؟ اسمعي يا فتون، وكتاب ربنا لو غبتي عن راشد أو غفلتيه ده أنا هذبحك. أقول لك لا مش هذبحك، ده أنا هشرب من دمك أول ما أخرج من هنا، فاهمة؟ ماشي يا سيدي الرجالة،
أنا هسمع كلامك، هفضل قاعدة مع صاحبك وابن عمك دول. مش أنت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص. هفضل أكلمك في التليفون، وكل ما أكلمك يهددني. اديني راشد. شكرا يا سيد الرجالة. مجنونة. ايوه يا علي. اهدى بس يا علي. طيب اسمع يا راشد، فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك. اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي، بقول لك قدامي اهي ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب يا علي. طيب يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا. أنا أفضل قاعدة في المغارة دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده بس لا سمح الله؟ علي عايز يطمن عليكي، وانت معايا هتعيشي برنسيسة، هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزاه. طب ايه رأيك في طلعة الاسكندرية؟ مين دول اللي يطلعوا اسكندرية؟ انا وانت وفتون في مصلحة هنخلصها، ناكل أكلة سمك جامدة ونشم شوية هوا بحر نضيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندرية امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون. ولما هي مصلحة ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ انت شايفها زهقانة؟ هنفسحوك يا فتون. أنسي، ما تقريني فيه ايه؟ أنا اللي سايق يا راشد، اطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. جعتي؟ له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو يرقيها يعني. صدق الله العظيم. عايزة كده؟ صدق الله العظيم. يعني إذا كنت عايزة كده ده هيبقى إن شاء الله أمره سهل بإذن الله. يا صلاح، أنا شايف إن إحنا نخلص سكة الطب والدواء الأول. ما فيش مانع نمشي في السكتين، يمكن ربنا يسهل بواحدة فيهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هو محضر لك شوية اشرح لي صدري ويسر محضر لها لي شوية أمري أكل. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا أنا ما أقدرش أقول إني حبيته. أصلي لسه بفكر في الحسن. بس هو بيحبني. عيني بتقول كده. ايه انت نمتي وانا بكلمك؟ اصحي وانا عايش معاه هنا على طول. مش انت مبسوطه معايا هنا؟ تفتكروا أم صباح هتخف؟ كنت عايشة أنا وأهلي في ليبيا. لما الحرب قامت قلنا ننزل على مصر، وإحنا في طريقنا لمصر الضرب اشتغل، بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابة على أبويا وأخويا، قتلوهم ذبحوهم قدام عينيا. ما بقتش عارفة أعمل إيه بسبب إنهم كانوا طالبين فدية، طالبين فلوس، وأنا ما كانش معانا فلوس ندفعها. قد ايه كنت محتاجة الخروجة الحلوة دي، ولو انه مش وقتها.
والله اللي حصل ده يا زوزو لا كان على بال ولا على خاطر. معلش حقك عليا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ وانت ذنبك ايه يا محروس؟ ده قدر ربنا. الحمد لله طبعا. بس يعني احنا ما كملناش شهر جواز، وانت بدل ما تفرحي دخلتي في مستشفيات ودجالين ومتاهات ملهاش اخر. ما تقولش كده، ام صباح دي غاليه عليا وخيرها مغرقني. ان كان يا سيدي على الجواز الايام جايه كتير. ادعي بس ربنا يعافيها. يا رب يا زينب. يا رب. كله عشان رقصت لك. تشكر يا اخويا على الغدوه العسل دي. ده انت كنت بتاكلي في اخر ذلك. 5 في عينك وانت دافع حاجه من جيبك. الا قولوا لي بقى، هي الفسحه خلصت كده؟ خلصت. هسيبكوا ساعتين زمن، اروح اقضي مصلحه واجي. سيبنا فين؟ في الشقه. شقه يا انس؟ شقتي يا جدع، افخم شقه فيك يا اسكندريه. الله الله، ده صاحبك ده طلع تقيل قوي. ده لسه دافع 6 ورقات ب100 في الغدا. بتلمع ولا حد يقول الكلام ده؟ يا جدع سيبها تقول اللي هي عايزاه. اهو يلا بينا على الشقه. هنروح للشقه. هو عم صلاح رد عليك؟ يا صلاح بقى بيكنسل عليا. يبقوا اكيد على وصول. ممكن. طب خش انت صحي الحاجه خليها تفوق. والنبي خليها، ده انا ما صدقت غمضت عينيها ساعتين. عشان بس ما تصحاش وتتخبط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا ست، اتفضلي يا ست. بيتك مطرحك، اتفضلي يا ستي. الحمد لله على السلامه يا حاج. الله يسلمك اخويا. ده محروس اخويا الصغير. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج. ايه يا زينب؟ ام صباح عامله ايه؟ الحمد لله. انت اسمك زينب؟ اللهم صل على النبي، ده اسم بركه. على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طيب اخش انا اشوفها بعد اذنكم. مالك يا زينب؟ عرسان جداد، بس لسه ما لحقتوش تعرفوا بعض كويس. اتجوزتوا بسرعه قوي. انت عرفت منين؟ هشرب ينسون ولعي لي فحمتين بس خليهم يحمروا قوي. بسرعه يا زينب. يحضر لك الخير يا عسليه انت. اتفضلي يا ست الكل. بركاتك يا ست، اتفضلي. ايه اللي كسر يا زينب؟ زينب 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 زينب، ايه اللي حصل يا زينب؟ زينب 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 زينب، ايه اللي حصل؟ زينب
باينني اغمى عليا. قومني قومني يا محروس. انت وقعت كده ازاي؟ تعالي معايا. على مهلك يا زينب، حاسب الازاز. على مهلك. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ها؟ ايه ده؟ مالك يا زينب؟ سيب يا محروس. هو اليوم من اوله بس. مالك؟ انت ليه بتتنفضي كده يا زينب؟ يمكن عشان دخت، عشان ما اكلتش طول اليوم. وما اكلتيش ليه يا زينب؟ معلش يا محروس. ما تاكلي يا زينب. انا كويسه. طيب نروح لدكتور؟ اخرج انت للست بره عيب. ما تولع الست يا زينب، انا مش هسيبك. ما ينفعش تسيبها قاعده لوحدها يا معصم. اخرج لها. يعني انت كويسه؟ انا كويسه والله، عشان خاطري اخرج. استر يا رب. يا قوي يا قادر يا قاهر يا منتقم يا ظاهر، انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس. العون 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 العون. احضروا بينوا احضروا بينوا يا معاشر الأرواح الطاهرة الزكية، انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا، والسمع يا صاحب والطاعة. اللطف لطفك بينا، يا صاحب اللطف الله كرمك فيكم علينا يا صاحب وعليكم. اللطف. بارك الله فيكم وعليكم، بارك الله فيكم. ده مين؟ ديانتك ايه؟ عشيرتك ايه؟ لوحدك؟ ايوه يعني قد ايه يعني؟ طب ليه اذيتها؟ ابعد ليأذوك. تعالى هنا يا صلاح. ابعد ابعد ليأذوك. احمونا احمونا يا لطيف اللطف، احمونا يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف، علينا يا صاحب اللطف، يا لطيف اللطف، اكتب بينا فيما يا كرم لطيف اللطف، اكتب بينا فيما كرم به مقادير، اكتب بينا يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف. يعني انت اللي مكتفينها جداد قوي وغضبانين عشان وقعت على واحد فيهم. طب هنعمل ايه بقى في المصيبه السوداء دي؟ انا عندي اللي صالحنا عليهم، بس عقبال ما استدعيهم نتفق فيها كام يوم كده. غضبانين ايه ووقعت على حد؟ انا مش مصدق الكلام ده صراحه. ما احنا البني ادمين كده جهله، ما بنصدقش اللي بنشوفه بعينينا. طب يا ستي، عشان يحصل اللي انت بتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعه دول، ايه المطلوب؟ عايزه بخور بس غالي شويه ب 5000 جنيه. ليه؟ اقول لك عليه وتجيبه انت ماشي، تديني فلوس واجيبه انا ماشي، اللي انت عاوزه. طب انا عندي حل كويس. ادي لحضرتك دلوقتي 3000 جنيه، ولما يكمل المبلغ اكملهم لك الخمسه. تبقى تجيب انت البخور، دي حاجات غاليه وتمنها بيدفع مقدم. انا لسه ما اتكلمتش على اي فلوس ليا. خلاص يا حاج صلاح، اديني دقيقه اروح اجيب لك 5000 جنيه. انا هاجي معاك يا محروس. استنى انت، بص على مراتك. يا ام صباح، خير ان شاء الله. مبروك عليك الجوازه التانيه يا عسليه. ابوس ايدك يا كوثر، ما توضحنيش. خمار، بسم الله ما شاء الله. ايه الجبروت ده يا بت؟ تتجوزي واحد وانت على ذمه التاني؟ اسكتي يا كوثر اسكتي. انت هربتي لما راشد قتل الونش. بالظبط، بقول لك اسكتي. هسكت، بس قولي لي الناس دي دفيعه ومعاها فلوس؟ ما انت هتاخدي 5000 جنيه، عايزه ايه تاني؟ ال 5000 دول علاج سلفتك، اما علاجك انت بقى فمعايا انا ب 25000 جنيه يا حبيبتي.
علاج ايه؟ علاج ايه؟ علاج الفضيحة اللي هعملها لك قصاد نسايبك الجداد يا عسلية. انا هجيب لك 25,000 جنيه منين؟ من جهنم، انا مالي؟ طب استني عليا اسبوعين بس، هضحك عليه باي كلام عشان اجيب لك المبلغ. اسبوع؟ ولو ما جبتيش الفلوس يا حبيبة قلبي هقول له جوزك على المستخبي كله يا عسلية. أنا أول مرة أعرف إن في بخور ب 5000 جنيه. يلا المهم تقف على رجليها بالسلامة. بس عارفة يا زينب، الست اللي اسمها كوثر دي خطيرة جدا والله. شفت عرفت ازاي ان احنا متجوزين جديد؟ ست عجيبة جدا. ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعة اللي لابسين ام صباح؟ لا 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 لا، الحكاية بجد. الست دي بتعرف. صح ولا ايه؟ ممكن. مالك يا زينب؟ انت تعبانه؟ انا ممكن اقعد النهارده ما انزلش. لا روح شوف وراك ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال وقل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب انا مش هغيب عموما، هدفع بس تأمين العربيه وتاني جاي. انت هتروح لأم صباح؟ انا هحضر الغدا الاول واروح لها. طيب. محروس، خد بالك من نفسك بقى. حاضر. انا عايزك انت اللي تاخدي بالك من نفسك. حبيبتي الحمد لله يا رب، رزقتني بملكة جمال وعندها الإيمان ده كله في قلبها. طب أعمل إيه؟ وأروح فين؟ ربنا يخليكي ليا يا زوزو. يخليك يا محروس. أجيب لك معايا هريسة؟ حبيبتي يلا. مع السلامة. شفتي؟ نسيت المفاتيح. انت اللي يبص في عينك ينسى نفسه. يلا حبيبتي، السلام عليكم. زينب، زوزو، انت فين يا قطتي؟ حاجة زينب. زيتي. زينب، 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 ايه؟ زينب، هنا. زينب، يا نهار اسود.
يا صلاح يا صلاح يا صلاح افتح يا صلاح. استغفر الله العظيم. ليه؟ استغفر الله العظيم. ازاي؟ استغفر استغفرك. طب اسأل عليها مين؟ دي ضايعة ملهاش حد. كده يا زينب، كده يا زينب. ما توحد الله يا اسطى، ما يمكن كل الظن ده يطلع غلط وترجع. هي ممكن ترجع. لو هترجع تاخد فلوسي ودهبي ليه؟ هي ممكن ترجع يا صلاح. والله العظيم. ما ترد عليا يا صلاح، انت تقعد تسبح اليوم كله. استغفر الله العظيم واتوب اليك يا رب العالمين. انا مش عارف النصايب بتحدف علينا من كل ناحيه كده ليه؟ ليه بس كده يا رب؟ ليه بس كده يا رب؟ استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. يعني ايه؟ طب والحجاب والادب والتقى والصلاه دي خلتني اصلي يا صلاح. انا بقيت اصلي وبطلت ابير. ليه يحصل معايا كل ده يا صلاح؟ وكل ده كان ايه يا صلاح؟ النصيب. كده النصيب. كانت بتشتغلني يا اسطى ده ما عداش على نزولها ساعتين ثلاثه. يعني استنى شويه. لا تستنى ده ايه؟ ما تستنى. طب اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، انت دلوقتي حالا تروح القسم تقول لهم انها سرقت الذهب والفلوس. يلا بسرعه يا صلاح قبل الوقت ما يفوتنا. طيب ولما تسأل هي مين ومنين نقول لهم ايه؟ بقول لك ايه؟ اوعى تقول لهم ان احنا عملنا لها بطاقه او شهاده ميلاد بالاسم اللي هي قالت عليه. اوعى لا نروحوا كلنا في داهيه. انت هو ده اللي شاغل بالك يا صلاح؟ نقول لهم ايه؟ ما احنا مش ناقصين نصايب على النصيبه اللي احنا فيها ده. ايه؟ هي ممكن ما يطلعش اسمها زينب اصلا. الغريبه اللي ما كانش باين عليها. لا 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 لا، انا في كابوس.
ده كابوس ده مش حقيقة. ليه كده يا زينب؟ ليه يا زينب؟ انا عملت لك ايه؟ الطف بيه يا رب. ده باين له اتجنن يا عم صلاح. الطف بيه يا رب، ربنا يلطف بيه. بقى دي آخرة المعروف اللي احنا عملناها معانا يترد علينا كده بشر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ينجينا من الدنيا الظالمة دي، من الناس الظلمة دول. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش هترجع صراحة، مش هترجع. خدتها معاها. هي خدت ايه تاني غير الدهب والفلوس؟ الحرباية. خد يا